النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا من الحالات الخطيرة اللي بنتسأل عنها كتير. يا دكتور، ابني وقع على دماغه، أعمل إيه؟ السؤال ده مهم جدا ومتكرر كتير للأسف. فالنهارده عايز أقول لكم هنعمل إيه. لما الطفل يقع على دماغه أو يتخبط في دماغه، أكتر حاجة ببقى عايز أطمن عليها نسيج المخ نفسه. هل نسيج المخ أو المخ نفسه اتأثر، حصل فيه ارتجاج أو حصل نزيف في المخ نفسه؟ طيب هنعرف كده إزاي؟ الام بتبعت تسالني: يا دكتور، ابني وقع، اعمل ايه؟ بص يا ست الكل، احنا خلال 24 ساعه الاولين دول في حاجات او علامات لازم اقول لك عليهم، علشان خاطر لو ظهر منهم اي حاجه هتجري بسرعه على الطوارئ. تمام، ركزي معايا كده. اول حاجه ان الطفل مثلا يفقد الوعي او يغمى عليه، يعني الطفل اتخبط بعد شويه لقيناه نايم خالص فاقد الوعي، الولد مش في نشاطه العادي، فدي علامه مش كويسه، هتجري بسرعه على الطوارئ. تمام. طيب، رقم اتنين، لو الطفل بيرجع جامد على عكس المعتاد، ترجيع قوي جدا، اندفاع جامد،